العودة إلى نقاش هذه الحلقة، يسعدنا بداية أن نرحب بضيفنا العزيز المستشار ميسرة بكور، مدير مركز حمص للدراسات وحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ ميسرة معنا في حلقة هذا اليوم. قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الصادر عن مجلس الأمن الدولي 2139 الذي يدعو إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ويحمل جميع الأطراف مسؤولية عرقلة هذا القرار. وما جرى في مجلس الأمن من شد وجذب بين أعضاء المجلس والأطراف المحسوبة على نظام الأسد كروسيا ومندوبه، إضافة إلى الأطراف المحسوبة على الثورة السورية. كيف تابعت ما جرى في مجلس الأمن بداية من الناحية القانونية، وما الذي استوقفك عند هذا القرار الدولي 2139 والثغرات التي رصدتها، إن كان هناك بعض الثغرات القانونية فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا مركز الجمهوريه للدراسات وحقوق الانسان، نعم، وليس مركز حمص كان قديما. بالعوده الى القرار 2139 الصادر عن الامم مجلس الامن، وهو قرار ملزم. لو ناقشنا بنود القرار، تتحدث انت عن ملزم تحت اي بند؟ هنا نريد ان نتحدث عن ما رصدناه. طبعا القرار تحدث عن الادخال الفوري للمساعدات الإغاثية والإنسانية عن طريق الحدود دون قيد. دون قيد، كلمة جميلة هنا، دون قيد. ليس من المطلوب العودة إلى بشار الأسد. ولو لاحظت أو تابعت تصريحات مندوب بشار وهو جعفري أيضا، علق على هذه النقطة. طبعا دون قيد من كافة الحدود، ممكن تدخل من العراق، من تركيا، من لبنان، ودون الرجوع لبشار الأسد. نعم، هنا تنحية بشار الأسد، وهم يتحدثون عن تسييس هذا الأمر من خلال هذه النقطة، دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى سوريا من الحدود دون قيد، بدون الرجوع لبشار أو من خلال أي منظمة. هذا لم يعجب النظام. طيب، تحدث أمر آخر عن الوقف العمليات القتالية وقصف المدنيين، وتحدث تحديدا عن البراميل المتفجرة والقصف بالطيران وإلى آخره. القصف طبعا لم يتوقف منذ ذلك الحين، وخرق بنفس اليوم الذي كان يتحدث فيه أو أثناء صدور القرار مجلس الأمن. كانت قلعة الحصن تحديدا، هم يتحدثون على التلفاز، وقلعة الحصن تقصف بالطائران. اخترقت هذا البند. طيب، ما هي آليات تنفيذ هذا البند؟ قبل الوصول إلى آليات تنفيذ هذا البند، طيب ما الذي حدث أثناء المداولات؟ لاحظنا أن روسيا بداية الأمر رفضت هذا الموضوع، وقالت أولا من المبكر أن نتحدث عن موضوع الإنساني خلال هذه الفترة أو ممرات إنسانية آمنة، ومن ثم عادت وافقت وقبلت هي والصين. ماذا حدث هنا؟ هنا حدث لعبة، وهي عندما طلبوا في البند الذي طلب أو الفقرة التي تحدث عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب من سوريا، أسقطوا حزب الله الإرهابي المتطرف وفيلق القدس. أسقطوها، كان مذكور هكذا بالاسم. نعم. وافقوا على هذا ولم يعتبروا حزب الله الإرهابي المتطرف. نحن نناقش الآن القرار. لو انتقلنا إلى الآليات، ما هي آليات تنفيذ هذا القرار؟ ولا شيء. حتى من أصدر هذا القرار عندما سئلوا، لا، عبارة عن قرار لذر الرماد في العيون أكثر. يريدون أن يبقوا مشعل الأمم المتحدة معتقدا أن هنالك أمم متحدة. طيب، حتى منظمة إنساني وهناك رعاية دولية، يريدون أن يشعرونك ويشعروننا أنهم مهتمون بنا. هناك أمم متحدة وأنهم مهتمون بنا. طيب، الأمم منظمة الغذاء العالمي عندما سئلت كيف هم نفس مؤسسة منظمة الأغذية العالمية تحدثت عن كيف سنقوم بإيصال الغذاء، عن أي طريق سيتم إيصال الأغذية إلى الداخل، ما هي آليات تنفيذ هذا القرار. طيب، في حال لم يتم الالتزام بهذا القرار، ما هي العقوبات؟ ما هو الرادع؟ ماذا سيطبق؟ هم يتحدثون عن العودة إلى مجلس الأمن، أو أن بان كي مون يقدم كل شهر أو كل 30 يوم تقرير عن الأحداث في سوريا. طيب. لمجلس الأمن. طيب، وماذا بعد؟
وماذا بعد التقرير؟ هل سننتظر عدة تقارير يعني 4 تقارير يعني 4 شهور كل شهر نقدم 1500 شهيد؟ لاحظت لا يوجد أي آليات للتنفيذ، لا يوجد أي رؤية واضحة لهذا القرار، لا يوجد عقوبات، وتم إسقاط مادة أخرى أثناء إعداد القرار، تم إسقاط موضوع الفصل السابع والتهديد. كانوا يتحدثون عن الفصل السابع المادة 41 التي تتيح استخدام العقوبات الاقتصادية والسياسية. المادة 42 بالفصل السابع تتيح استخدام القوة في حال لم يلتزم يتحول إلى المادة 42. طبعا هم ألغوا كل هذا البند على الإطلاق. الروس يعني كانوا بالمرصاد دائما لأي قرار يعني يلوح باستخدام القوة. إذا لا فائدة ولا جدوى من هذا القرار. نعود إلى هيئات الأمم المتحدة. أنطونيو غوتيريس يقول أن أعداد اللاجئين السوريين في العالم تعدى أعداد اللاجئين الأفارقة. يعني هناك أكثر من 50 دولة أفريقية ربما تشهد مجاعات وتشهد حالات إنسانية صعبة. يبدو أن السوريين اليوم يعني بأوضاعهم الصعبة تعدوا بكثير أوضاع اللاجئين الأفريقيين. ماذا يعني هذا الكلام الذي تحدث به أنطونيو غوتيريس؟ أنطونيو غوتيريس تحدث عن أن عدد اللاجئين السوريين يفوق عدد اللاجئين الأفغان، وقال أن الأفغان كانوا 2.5 مليون والسوريين 2.55 مليون. بخطة معدل لجوء الأفارقة وليس الأفغان، يعني هذا الأفغان كما قال في تصريحاته على الورق يعني. وأنا لدي تصريحات من رويترز ويقارن. المهم في الموضوع والمهم بما يعنينا نحن كشعب سوري أو كمنظمات حقوق إنسان أن هناك كارثة حقيقية على الأرض، أن المنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع تلك الشعوب يعلمون بغض النظر عن الأرقام هناك شعب يذبح باعترافاتهم بتقاريرهم. ماذا تحدثوا عن الأطفال؟ لاحظ أنه بنفس التقرير 4.3 أو 4.3 مليون طفل خارج سوريا، 1,200,000 منهم 4.3 مليون تعرضوا لانتهاكات، 1,200,000 منهم خارج المخيمات، 8,000 طفل في المخيمات خارج سوريا بدون معين. بدون أهل. يعني أيضا بان كيمون يعترف ويقول 9 ملايين سوري الآن بحاجة لمساعدات فورية. يعني رقم خطير وكبير يعترف به بان كيمون للمرة الأولى، وهذا يعني أن هؤلاء 9 مليون معرضون لأن يصيبهم أي داء وأي مرض من نقص الجوع وسوء التغذية إلى ما هنالك من أمراض وأوبئة. يعني لماذا يتحدث بان كيمون عن هذا الرقم الكبير وهو اعتراف من مسبوق من نوعه، ولا يقدم شيئا ولا يطالب الدول التي هي تحت إشراف يعني هيئته الدولية لأن تفعل ما يمكن فعله لتخفيف المعاناة عن هؤلاء اللاجئين؟ يعني فقط يكتفون بالتصريحات. طيب يا سيدي، أولا بالنسبة للأرقام يوجد أكثر من 1.5 مليون لاجئ خارج سوريا الآن. نعم. نتحدث عن النازحين الآن. النازحين تحدث عن 9 طبعا لو قلنا 9 مليون و2.5 لا عدد سكان سوريا 23. نحن نتحدث الآن على أكثر من نصف، تجاوزنا نصف عدد سكان سوريا بين نازح ولاجئ. لكن المتطلبات والاحتياجات للشعب السوري في الداخل هل فقط هؤلاء المذكورين بالأرقام؟ لو اطلعنا على خارطة سوريا من نهر الدجلة في الشمال الشرقي إلى نهر اليرموك جنوبا مرورا بالعاصمة وبردة، لاحظنا نلاحظ بأن كل هذه المنطقة من الشمال الشرقي إلى الجنوب متعرضة لقصف يومي أو من اعتداءات الحزب الكردي تبع الديمقراطي وجماعة داعش وشبيحة بشار. لو طلعنا على كل المناطق منطقة محافظة نجد أن هناك مدن بالكامل أزيلت عن الخارطة. طيب. لدينا مجتمعات سكنية بالكامل هدمت. لو تحدثنا عن اللاجئين خارج بلادهم في لبنان المجتمعات المضيفة لم تعد تستحمل كل هؤلاء اللاجئين. طيب. نتحدث بالنسبة للأردن ولبنان فاق عدد اللاجئين نصف عدد سكان تلك الدول. لو تخلينا هلأ ناخذ من الداخل الأخ بيبرس تلاوي يحدثنا عن أوضاع اللاجئين، يعني ربما يعطينا إضافات على الصورة التي يعني نحاول أن نرسمها للمشاهد الآن لكي تتضح له. بيبرس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لجميع المشاهدين. حياك الله أخي بيبرس. اليوم يعني نخصص حلقة للحديث عن الأوضاع الإنسانية الصعبة في سوريا. أنتم اليوم في حمص يعني، وبعد ما قيل عن الهدنة التي جرت بين
الثوار وأطراف من النظام برعاية الهلال الأحمر ومنظمات دولية. الآن كيف الوضع الإنساني في حمص؟ كيف بدأ سواء قبل هذه الهدنة المزعومة أو خلالها أو بعدها يعني؟ طبعا قيام الوفد التابع للأمم المتحدة والهلال الأحمر في الأيام الماضية بالحكم إما أن يبقى المدنيون في المنطقة المحاصرة يموتون من الجوع أو يتم إفراغ المدينة لإعطاء مجال للنظام لبناء دويلة خاصة بهم مواليه. فاليوم نحن نقول ما زال يوجد عوائل في المنطقة المحاصرة وما زال يوجد نحو 100 مصاب في المنطقة المحاصرة، هم لم يخرجوا من المنطقة المحاصرة. وأيضا عندما خرج العوائل من قلب المنطقة المحاصرة في الأيام الماضية تم اعتقال لا يقل 500 شخص. طبعا نتكلم عن الوضع الإنساني، لدينا 13 حي محاصر، لدينا حي البار المحاصر منذ أكثر من 250 يوم، لدينا أيضا قرية الزارة مدينة قرية الحصن في الريف الغربي هما محاصرتان منذ أكثر من عام. في جميع المناطق يوجد أزمة إنسانية حقيقية، ولكن هي عبارة عن سياسة استراتيجية يتبعها النظام في حمص. أصعب نقاط الحصار لدينا في المناطق التي هي في المدينة. العوائل في هذه الأيام هي تأكل أي شيء ينبت من الأرض من الأعشاب، حتى أوراق الأشجار، حتى أنهم يستخدمون مياه الآبار. يعني البرغل الذي كنا نقول عنه كنا ناكله في الايام الماضيه الاشهر الماضيه قد انتهى بشكل كامل، الارز قد انتهى، العدس قد انتهى، اليوم لا يوجد شيء ناكله، حتى ان المؤن داخل منازل مدمره لا يوجد، المساعدات القليله التي دخلت قد انتهت بشكل كامل، فما مصير من تبقى في المنطقه المحاصره؟ نعم، يعني هذا بالنسبه للمناطق المحاصره في حمص. طيب خلينا نروح للريف اخي بيبرس. بالريف يعني نحن شاهدنا أعداد كبيرة من أبناء حمص، أبناء الريف الشمالي والريف الغربي، يعني نتحدث عن مدن رئيسية كالرستن والحولة وتلبيسة، وأيضا مدن كقلعة الحصن أبناؤها أصبحوا بين الأردن وبين تركيا وبين لبنان، وأنتم أيضا لديكم في لبنان أعداد كبيرة في منطقة وادي خالد. طب هؤلاء أوضاعهم ما هي الآن؟ يعني ممن تبقى في الريف الحمصي تحت القصف أو ممن اضطر للخروج؟ يعني نريد أيضا أن نعرف واقع أبناء الريف الحمصي. والبلدات الريفية جميعها هي محاصرة إما من قبل القطع العسكرية أو القرى الموالية للنظام التي يتمركز بداخلها قوات النظام وميليشيات تعتبر من الدفاع اللاوطني، وايضا يوجد حواجز ضخمه هي تفرض حصار جميع المناطق. ان تكلمنا عن قريه الغنطه بلده الحوله، قريه الدار الكبيره، حتى لدينا ان قريه الحصن وقريه الزار هي محاصره من قبل 47 قريه هي مواليه للنظام، بداخلها يوجد اسلحه ويوجد شبيحه، والنظام يزودهم من اجل فرض الحصار الخانق. جميع البلدات والقرى هي تتعرض إلى أزمة إنسانية حقيقية، ولكن للأسف الجميع تغيب عنها، الجميع تغيب عنها. أغلب القرى والبلدات هم من بداخلهم من المدنيين يتواجدون داخل منازل مدمرة، داخل ملاجئ، حتى أن القصف لا يتوقف عليهم. النظام يتبع السياسة في حمص هو عبارة عن فرض حصار خانق عن المناطق، ومن ثم يعزلها عن بعضها البعض، من ثم يقوم باجتياحها بشكل مثل ما يقال تعدادي، قرية بعد قرية وبلدة بعد قرية. نحن لاحظنا أن النظام قام بإفراغ قسم كبير في المدينة تحت غطاء من قبل الأمم المتحدة، ونحن اليوم نشاهد النظام هو يريد أن يجتاح قرية الحصن وقرية الزارة، يريد أن يحتل الريف الغربي بشكل كامل. من ثم سوف يأتي الدور على باقي القرى والبلدات التي هي حسب ما خطط له النظام من أجل أن يقوم باجتياحها واحتلالها. فنحن نلاحظ أن الجميع غامض عما يقوم به النظام. لدينا قيادة أركان والائتلاف وجميع المنظمات الإنسانية جميعهم لا يلتفتون إلى ما يقوم به النظام. نحن دوما نشهد روتين سيناريو القصير ثم بابا عمر ثم 17 حي محتل. طيب فلا نريد أن يعاد هذا الأمر على أرض الواقع. على كل حال أشكرك جزيل الشكر بيبرس التلاوي الناشط الميداني والإعلامي، كنت معنا من حمص متحدثا عن الأوضاع الإنسانية هناك. عودة إلى ضيفي الأستاذ ميسرة، يعني أنتم من حمص، من أبناء مدينة حمص ومن أبناء مدينة الحولة أيضا، لديكم مأساة إنسانية كبيرة هناك في الحولة، في مدن الريف، يعني مخيمات تترامى هنا وهناك، مواطنون يعيشون في الأكواخ وربما في المغاوير أو في المغارات يعني، والبعض منهم في سفوح الجبال. لو تحدثنا عن معاناة أبناء مدينتك يعني حتى نكون يعني حتى نقف عند عينة وعند شريحة معينة من أبناء الشعب السوري وهم أبناء ريف حمص. أولا نريد أن نتحدث عن حمص بشكل عام وحمص بشكل عام. حمص تعاني أكثر من كل المناطق السورية
بشيئين، لا أقول من الناحية الإنسانية. مشكلة حمص الرئيسية أنه لا يوجد فيها قيادة موحدة، لا يوجد فيها مكتب إعلامي موحد، لا يوجد فيها مكاتب إغاثية موحدة، لا يوجد فيها أي شيء موحد، على عكس كل المدن. من أراد أن ينتقدني فلينتقد، هذه الحقيقة وهذه مأساة حمص. وأنت تقول هذا ليس حقي وليس تحليل، إنما هي معلومات. أتحدث عن معلومات. أنا لا أقول تحليل بل أقول معلومات. لا يوجد قيادة موحدة، لا يوجد مؤسسات إغاثية موحدة، لا يوجد مكتب إعلامي موحد، لا يوجد شيء موحد. هذه كارثة حمص ومشكلة حمص الرئيسية. بالعودة إلى حمص، أنا مركز جمهورية أولا. نعم. صحيح أن أنا ابن حمص وابن ريف حمص. بشكل عام الوضع مأساوي. ما يحدث في حمص، تحدثنا في حلقة سابقة عندك عن مخيم اليرموك. الآن فنتحدث عن ريف حمص. لو تحدثنا عن ريف حمص لن أبدأ بمدينتي، سأبدأ بقلعة حصن وقلعة الحصن، وأنا أعتذر من أهل قلعة الحصن لأنهم كثيرا ما حدثوني وأنا أنسى في مداخلاتي على بقية القنوات. ما وقع هذه المدينة يعني. قلعة الحصن، منطقة قلعة الحصن تباد تزال، هناك فتيات مغتصبات ومن ليس من الشبيحة المعروفين، من الشبيحة يقال هناك ميليشيات مسيحية يعني. هذا ما كنت أريد أن أقوله. شبيحة مسيحية. نعم، هو اختطفوا فتيات من قلعة الحصن واتصل بي شباب. يريد هؤلاء المسيحيين. أنا لا أريد. مشكلتنا خلينا نقول سنية للأسف الشديد. أنا يعني نحن نعلم أخي ميسرة أن الأقليات في سوريا، أسف للمقاطعة، الدروز وإسماعيليين وحتى جزء من الأكراد على الحياد، يعني يقول لك هذه الثورة ليست لكل الشعب السوري، هم يحاولون أن يبرئوا نفسهم منها. يعني نريد أن نغطس قليلا ونتحدث هنا على هذه القناة، يتاح لنا الكلام أكثر ربما من باقي القنوات. ثورة يقودها السنة في سوريا، هذا الأمر اختلفنا واتفقنا عليه، هذه الحقيقة. الأقليات الآن يعني اجلسوا ودعوا أنفسكم بحالكم، عندما تتحقق الحرية فهي لكل أبناء الشعب السوري، لن تكون لنا السنة نحن وحسب. الآن أنتم ما الذي يزجكم في معارك مع النصيريين ومع الشيعة؟ أنا لا أحب هذا الحديث يعني لو سمحت. شبيحة وادي النصارى أو شبيحة المسيحيين. لا أنا معلش، أنا في قلعة الحصن تلقيت اتصالات من ثوار على الأرض يقولون لي أسماء، يعني شبيحة يازجي وما يازجي وكلام. وصلتني كل هذه المناشدات، وأنا الآن أرجو أن يكونوا قد سمعونا الآن وأتحدث في هذه القصة. نعم، هناك للأسف الشديد من الأخوة المسيحيين يساعدون طبعا، حتى لو لم يكونوا يساعدون كل المسيحيين، لا مجموعة معينة قامت طبعا. أنا أتحدث عن حادثة بمكان وزمان معلومين ومحددين، ولا أتحدث عن منطقة قلعة الحصن وما حصل بها من قبل بعض المجموعات القليلة والقليلة جدا من المسيحيين قاموا باختطاف فتيات إلى آخره. ومن قبلها اختطف حوالي 250 شاب وليسوا مسيحيين، شبيحة هؤلاء. إذا نتحدث بشكل عام منطقة قلعة الحصن ومنطقة الزارة التركمانية تعرض للإبادة، مجاعة، حصار، قصف وتغطية إعلامية ضعيفة. لو عدنا إلى قبل أن نتحدث عن موضوع الأقليات، لو عدنا إلى ريف حمص، لديك منطقة الحولة. الحولة ليست قرية وليست بلدة، بل هي أكبر مدينة في حمص على الإطلاق. حمص المدينة، بعدها الحولة 150,000، حوالي 150,000 نسمة. المشفى الوطني في حمص محتل من قبل شبيحة، المشفى الوطني في الحولة محتل من قبل شبيحة بشار الأسد وهو ثكنة عسكرية. مؤسسة المياه في الحولة، وهي مرتفعة حوالي 60 متر تقريبا أو أقل من ذلك، 40 متر عن الحولة، عن سطح الحولة، مرتفعة جبليا، ويوضع فيها المدفعية وتقصف الحولة. الحولة أكثر منطقة بحمص تعاني أكثر من حمص. لماذا؟ لأنها محاطة بالقرى التشبيحية كما يحيط السوار بالمعصم، يمين شمال جنوب، هكذا محاطة كدائرة، لا يسمح لا بدخول الأكل ولا طعام ولا شيء، وهي أكبر مدن حمص وهي المدينة المنسية في حمص. للأسف الشديد هناك بعض الإعلاميين من حمص، أو سواء من الريف أو من المدينة أو من حمص تحديدا، محافظة حمص، عندما يخرج الإعلامي للأسف الشديد وأنا رسلت لهم أكثر من مرة بهذا الشأن، يتحدث عن حيه. يخرج الإعلامي يتحدث عن حي، يخرج أحد من بابا عمرو يتحدث عن بابا عمرو. أنت ناطق باسم حمص، تتحدث عن الحولة والرسل وتلبيسة وبابا عمرو والإنشاءات والغوطة. أتفاجأ كثيرا من شباب حمص، وأرسلت لهم أكثر من مرة وحدثتهم حتى بالإعلام، أنت ناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية عن حمص، تحدث عن كل حمص. للأسف الشديد أنه أتحدث عن الخالدية، أتحدث عن الحولة، أتحدث عن كذا. مشكلة حمص حتى في الإعلام،
لو عدنا إلى تلبيسي والرسن، تلبيسي والرسن متصلتين ومدينتين كبيرتين وهم شرق الحولي وطريق حما، ولديهم امتدادات سكانية مؤيدة لها. أما الحولي على الإطلاق منطقة الزارة وتلكلخ بالغرب نتحدث، تلكلخ الزارة قلعة حصن وهذه المناطق صعبة. أما حمص كمدينة هي مدينة واسعة وكبيرة جدا، لكن الحصار يضيق على الأحياء الداخلية. طيب ما الذي حدث بعد هدنة البرازة وأحياء من حمص؟ هذا ما سنتحدث عنه ولكن بعد الفاصل، لأن الوقت داهمنا. أرجوك يعني أن نذهب إلى